تخيل في يوم من الأيام لقيت نفسك تعبان وعندك صداع أو التهاب في حلقك، وبعدها خدت بعضك ورحت للدكتور. فالدكتور ادالك شريط دواء صغير وقال لك امشي عليه لفترة وانت هتبقى تمام. وانت بقى هتقول لنفسك بقى هو القرص الصغير ده هو اللي هيخليني أخف. لكن بعد ساعات فعلا بعد ما بتاخد الدواء الألم بيختفي والمرض بيبدأ يختفي معاه. والسؤال هنا بقى، هو المرض اختفى ازاي؟ وازاي القرص الصغير ده لما دخل جوه جسمك قدر يعرف مكان المرض بالظبط؟ هل هو عارف مكانه، ولا في حاجة بتدله على الطريق، ولا في حاجة تانية احنا منعرفهاش بتحصل جوه جسمنا؟ اهلا بيكم في قناة فضول الليل. فضلا وليس امرا، قبل ما نبدأ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة اول باول. خلينا نرجع لحظة واحدة بس، للحظة الاولى اللي بلعت فيها قرص الدواء. اللي حصل بقى انك اول ما خدت قرص الدواء القرص نزل من بقك وعدى على المريء لحد ما وصل للمعدة، وهنا الرحلة بدأت. المعدة مش مكان سهل، ده بحر من الأحماض وقادر يدوب أي حاجة تدخل جواه، وحتى بعض المعادن كمان. ومع ذلك الدواء ما بيدوبش بسرعة. طب ليه؟ لأن معظم الأدوية مصممة بذكاء وعليها طبقة من الخارج بتحميها من الأحماض اللي موجودة في المعدة، وكأنها لابسة درع حماية. بعد ما الدواء بيعدي من المعدة ويوصل للأمعاء، هنا بقى بيحصل أهم جزء في الرحلة. الدواء يبدأ يتحلل عشان يتحول لحاجة أصغر، جزيئات صغيرة جدا، صغيرة لدرجة إنها تدخل مجرى الدم. وتخيل معايا بقى إن الدم هنا عامل زي طريق سريع، آلاف الجزيئات ماشية فيه رايحة لكل مكان في جسمك، قلبك ومخك وعضلاتك وفي كل حتة. لكن السؤال الحقيقي بقى، لما الدواء بيمشي لكل جسمك إزاي بيروح للمكان اللي فيه المرض بس؟ الحقيقة هنا بقى الدواء ما بيعرفش مكان المرض بالطريقة اللي انت متخيلها. الدواء باختصار مش عنده خريطة ولا GPS ماشي عليه عشان يوصل للمرض. جسمك نفسه هو اللي بيساعد الدواء انه يعرف المرض ويروح لمكانه ويعالجه. كل مرض بيسيب علامة مختلفة عن الخلايا السليمة، وكأن المرض لابس علامة مميزة والدواء مصمم مخصوص عشان يعرف العلامة دي، زي المفتاح اللي مصنوع لقفل واحد بس. خلينا نفترض انك عندك التهاب في الحلق. في اللحظة دي جوه جسمك بتحصل حرب حقيقية، بكتيريا دخلت جسمك وبدأت تتكاثر، وعددها بقى بيزيد بشكل مش طبيعي، والدفاع بتاع جسمك بيحاول يوقفها. لكن لما تاخد مضاد حيوي الجزيئات الصغيرة دي بتدخل الدم وتبدأ تتحرك في كل جسمك. لكن هنا السر، المضاد الحيوي مش بيدور على المرض، هو بيدور على نوع معين من الخلايا. خلايا البكتيريا شكلها مختلف عن خلايا جسمك، عندها جدار خارجي وجدار سميك جدا مش موجود في الخلايا بتاعت جسمك انت، والمضاد الحيوي مصمم مخصوص عشان يكسر الجدار ده. يعني ببساطة هو مش بيدور على المرض، هو بيهاجم اي خلية فيها العلامة دي. هنا يجي السؤال اللي يخوف اي حد، لما الدواء شديد كده ليه ما بيقتلش خلايا جسمك؟ والإجابة هنا بقى هي إن خلايا جسمك مختلفة، وكمان خلايا جسمك ما عندهاش الجدار الخارجي اللي عند البكتيريا، فالمضاد الحيوي يعدي جنب الخلايا بتاعتك من غير ما يأثر عليها. لكن لما يقابل بكتيريا يضربها فورا ويكسر الجدار بتاعها ويخليها تنفجر وتختفي. لكن مش دايما الموضوع بسيط كده، أحيانا البكتيريا بتتعلم. أيوة زي ما سمعت بالظبط كده، في بكتيريا بتتعلم من الغلط بتاعها، ولو خدت مضاد حيوي غلط أو وقفته قبل الميعاد بعض البكتيريا بتعيش، واللي بتعيش بتبقى أقوى كمان، بتعرف تغير شكلها أو تبني جدار أقوى يخلي الدواء ما يقدرش يكسرها. وده اللي العلماء بيسموه مقاومة المضادات الحيوية. ده واحد من أخطر المشاكل الطبية في العالم دلوقتي، لأن في أمراض كانت سهلة العلاج زمان لكن دلوقتي بقت صعبة جدا في علاجها. بس هنا بقى يظهر لغز تاني، ليه بعض الأدوية بتعمل آثار جانبية؟ ليه ممكن دواء يعالجك وفي نفس الوقت يتعب معدتك ويأثر بشكل سلبي عليك وكمان يخليك تحس بدوخة؟ الإجابة ببساطة هي إن الدواء مش دايما يقدر يفرق بنسبة 100% بين خلايا المرض وخلايا جسمك، وأحيانا بيأثر على خلايا تانية بتشبه الهدف بتاعه، وده اللي بيسبب الآثار الجانبية. دلوقتي خلينا نسأل سؤال مخيف شوية، إيه اللي ممكن يحصل لو أخدت جرعة زيادة من الدواء؟ في اللحظة اللي بتاخد فيها الدواء جسمك بيبدأ يتعامل معاه بحساب، كل قرص ليه كمية محددة مناسبة لجسمك. لكن لو زودت الجرعة عدد جزيئات الدواء في الدم بيزيد بشكل خطير، وساعتها الدواء مش هيأثر بس على خلايا المرض، لكن ده كمان هيبدأ يأثر على خلايا تانية زي الكبد أو الكلى، ودول أعضاء شغالين طول الوقت
عشان ينضفوا جسمك من أي مواد غريبة. ولو الكمية زادت عن اللازم العضوين دول ممكن ما يقدروش يتحملوا، وده السبب ان بعض حالات الجرعة الزايدة بتبقى خطيرة جدا واحيانا ممكن تموتك. الدكتور دايما يقولك خد الدواء كل 8 ساعات او كل 12 ساعة. ليه التوقيت دايما مهم؟ الإجابة ببساطة هي ان الدواء لما بيدخل جوه جسمك مش بيفضل لفترة طويلة. بعد فترة من الوقت مستواه في الدم يبدأ يقل، ولو قل زيادة البكتيريا ترجع تهاجم تاني. لكن لما تاخد الجرعة في وقتها انت كده بتحافظ على مستوى ثابت من الدواء في الدم، مستوى كفاية عشان يمنع المرض يرجع تاني. ولو نسيت الجرعة ممكن تدي فرصة للمرض انه يبدأ من جديد. بعد ما الدواء بقى يخلص مهمته جسمك ما بيسيبوش كده، في عضو مهم جدا يبدأ ينهي الرحلة، والعضو ده هو الكبد. الكبد بياخد بقايا الدواء ويكسرها لجزيئات صغيرة، وبعدها بقى يجي دور الكلى وتبدأ تفلتر الدم وتخرج بقايا الدواء بره جسمك عن طريق البول. يعني ببساطة الدواء بيدخل يشتغل، وبعد ما بيخلص شغل جسمك بيبدأ يطرده تاني. رحلة كاملة بتبدأ بقرص صغير وتنتهي بتنظيف جسمك منه. المرة الجاية لما تمسك قرص دواء صغير في ايدك ما تبصلوش على انه مجرد قرص صغير او حاجة بسيطة، بصله على انه جيش صغير، جيش قوي ومصمم بدقة عشان يدخل جوه جسمك ويخوض حرب انت اصلا مش شايفها. لما قرص صغير كده يقدر يعمل كل ده في جسمك، تخيل قد ايه جسمك نفسه فيه اسرار لسه احنا معرفناهاش لحد دلوقت. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. كان معكم اسلام ياسر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.